بالنسبة للأستاذ اللي هو الضلع الأول في هاد المثلث، مشاريع الإصلاح نتاع الرؤية الاستراتيجية خدات واحد السياسة نتاع العصا والجزرة على حسب تعبير كاتب العمود. علاش؟ لأنه في القوة جهاز الإدارة يعني المديرين والحراس العامون والنظار، وزاد قوة حتى جهاز التفتيش يعني جميع المفتشين بجميع الفئات بما فيهم المفتشين التربويين، مفتشي التخطيط، مفتشي التوجيه التربوي، مفتشي المصالح المادية والمالية. وهذه التقوية كانت من خلال التعويضات والزيادة في الأجور اللي بلغت ما بين 300 درهم للحراس العامين حتى ل 700 درهم للمديرين والمفتشين، وتعطات لهم كذلك صلاحيات في المراقبة والتقويم والتأديب. وفي مقابل هاد الزيادات والتعويضات الأستاذ كذلك عرف زيادات، ولكن ماشي في الأجور بل في المهام والأنشطة الموازية. وتطلب من الأستاذ أنه يكون محلل نفساني، مساعد اجتماعي، منشط ثقافي، منشط رياضي، موجه لمشاريع التلاميذ، داعم تربوي، مواكب سلوكي، ومتعاون مع الإدارة. وهذا الشيء كله باش يستافد من واحد التعويض المقدر في 900 درهم، واللي ممكن يتسحب منه في أي لحظة إلا نقصت ولا قلت المردودية ديالو، واخا يكون مريض وكيف ما كان المرض ديالو سواء جسدي ولا نفسي ولا كيف ما كان. وهنا كيقوم رشيد نيني بالمقارنة بين الإصلاح اللي جا كيهم الأستاذ في الرؤية الاستراتيجية مع الإصلاح اللي كان كيهم الأستاذ في المخطط الاستعجالي، حيث في ديك الفترة سجلت الوزارة أكبر عدد من المذكرات الوزارية المتعلقة بالأستاذ، وبدينا كنسمعوا في ذاك الوقت على الأستاذ الكفيل، الأستاذ المورد، الأستاذ المرشد، الأستاذ المصاحب، وكأن الأستاذ هو أصل جميع الكوارث والأعطاب اللي كتعرفها المنظومة التربوية ولا التعليم في بلادنا. ومع المخطط الاستعجالي بدينا كنسمعوا لأول مرة مصطلح التعاقد بالمعنى الحرفي المباشر للكلمة، يعني بصراحة خدم ولا الباب.